يبدأ الفيلم بامرأة تدعى ليندا، وهي أم عزباء تبلغ من العمر حوالي 40 عاماً. عاشت في عزلة لفترة طويلة جداً، لم تتمكن من تحقيق حياتها اليومية. تعمل ليندا في متجر صغير يقع بالقرب من منزلها، ولأنها كانت معتادة على العيش بمفردها ونادراً ما توجد في المنزل، بدأت ليندا في نهاية الأمر بتأجير إحدى الغرف الفارغة في منزلها للآخرين. حتى في أحد الأيام عندما كانت ليندا تعمل، زارها زوجها السابق توني فجأة، وكان وصوله لدعوة ليندا للخروج معه لمناقشة حال طفلهما الوحيد. اصطحبها توني إلى مقهى وبدأ يتحدث عن كيفية قضاء أيامه مع ابنه، ثم أخبرها بخبر عاجل، حيث كشف أن ابنهما الوحيد قد اختفى عند سماعه هذا الخبر. بدأت ليندا تشعر بالصدمة وعدم التصديق، معتبرة أنها لم ترى ابنها منذ فترة طويلة. في الوقت الذي كانت تخطط فيه للقائه، تلقت هذا الخبر المفجع. ترك توني ملصق البحث عن ابنه ورحل بحجة أنه يريد معرفة أين ذهب ابنهما. في الليل عندما كانت ليندا على وشك إخراج القمامة، رأت بالصدفة فتى مراهقا ملقى على الطريق خلف منزلها، وعندما اقتربت منه ورأت حالته أدركت أنه مصاب، فهرعت فورا لمساعدته. أحضرت ليندا المراهق إلى منزلها دون تردد، بينما كانت تعالج جرح يده. سيقال لها لاحقا إن هذا المراهق هو بيتر. لاحقا عندما عادت ليندا بعد إحضار الماء لبيتر، صدمت عندما وجدت أن بيتر قد غادر المنزل بالفعل. في اليوم التالي تلقت ليندا اتصالا من توني يخبرها فيه بالخبر السيء، وهو أن ابنهما الوحيد توماس قد عثر عليه ميتا بالقرب من النهر. لكن توني أراد فقط أن يخبرها بهذا الخبر، ومنع ليندا من القدوم إليها. جنازة ابنها من أجل مصلحتها، وهذا بالطبع زاد صدمة ليندا. في أحد الأيام كانت ليندا تحاول تصفية ذهنها، فجاءت إلى منطقة حمام السباحة لتأخذ لحظة لتصفية ذهنها، خاصة وأنها كانت أيضا مولعة بالرياضة هناك. رأت ليندا بيتر الذي كان يتعلم السباحة، ورؤية بيتر بهذه الطريقة ذكرتني بماضيه. بعد الانتهاء التقت ليندا ببيتر في غرفة الملابس وسألته عن حال جرحه، لكن من ناحية أخرى بدأ بيتر غير مرتاح لوجود ليندا هناك، خاصة بعد أن تبعته لينيا. في لحظة ما سألت ليندا أين يعيش بيتر وكيف كانت حياته، إذ يعيش بيتر في عزلة وليس لديه مكان يعود إليه. شوهدت ليندا وهي تعرض على بيتر الإقامة المؤقتة في منزلها، قائلة إنه لا يزال في منزلها غرفة فارغة، وإذا أراد بيتر فيمكنه شغلها. بإيجاز وافق بيتر، وقبل عرض ليندا عرض عليها البقاء في منزلها، ومنذ تلك اللحظة اعتبرت ليندا بيتر ابنها وعاملته بلطف وحنان. حتى ليندا لم تمانع عندما أدركت أن بيتر قد أخذ بعض المال الذي كانت تحمله في محفظتها ذات ليلة. أراد توني تحسين علاقته بليندا، فجاء إلى منزلها ودعاها إلى الخروج في موعد، لكن من كان ليصدق أن توني اصطحب زوجته السابقة إلى فندق وأراد أن ينام معها، لكن ليندا رفضت رفضا قاطعا. بإيجاز بدأت علاقة بيتر وليندا تتطور، وأصبحا يقضيان وقتا معا ويزوران الشاطئ، بل ويسبحان معا دون أي حرج. في اليوم التالي عندما كانت ليندا في العمل، عاد توني لرؤيتها، وفجأة سلمها ملابس توماس المستعملة. كشف توني أنه شعر بحزن شديد إذا استمر في الاحتفاظ بالملابس المستعملة التي كان توماس يرتديها ليندا على مضض. قبلت ليندا الهدية لتتذكر الأوقات التي قضتها مع ابنها بعد عودتها إلى المنزل. سلمت ملابس توماس القديمة لبيتر، وطلبت منه أن يرتديها عندما بدأ بيتر في ارتداء الملابس. بكت ليندا فجأة، فذكرها بيتر بابنها، خاصة وأنهما بدا في العمر نفسه مع مرور الوقت. ليندا التي لم تفكر في البداية إلا في بيتر باعتباره ابنها، بدأت تشعر بشيء مختلف تدريجيا عندما كانت معه، خاصة عندما رأت ليندا بالصدفة صاروخ بيتر المعلق عندما كان المراهق يستحم، مما زاد شغفها، مما جعلها تدرك أن بيتر مجرد غريب وليس ابنها، فلا حدود لأي شيء. ليندا التي لم تعد قادرة على كبح شهوتها، لعبت ليندا فورا بصاروخ بيتر الكبير بيدها، مما جعل بيتر مدمنا عليه وبدأ يطفو. في اليوم التالي سأل توني الذي لم ييأس بعد ليندا للقاء مجددا في حانة، ولكن دون أن يتوقع ذلك في ذلك المكان التقيا. بعد ذلك عرف ليندا بيتر على توني وشرحت له من هو. شعر توني الذي سمع ذلك بغيرة شديدة، خاصة بعد أن علم أن بيتر يعيش بمفرده في منزل ليندا، وشعر أن بيتر قد أفسد خططه للمصالحة وأفسد علاقته أيضا.
بدأ توني بمتابعة بيتر إلى منزله من الحانة محاولاً مواجهته والابتعاد عن ليندا، ولكن ها هو ذا. تلقى توني ضربة رأسية قوية من بيتر. في إحدى الليالي كانت ليندا نائمة وفجأة سمعت ضوضاء في منزلها، وبعد أن بحثت ليندا عن مصدر الصوت وجدت أن بيتر كان يطلق صواريخه على فتاة أحضرها من الحانة، وقد خاب أملها في المشهد. عادت ليندا مسرعة إلى غرفتها في اليوم التالي، وبينما كان بيتر يصلح إطارات سيارته زارته أرملة شابة فلنسمها كاتارينا، كانت في نزهة صباحية مع طفلها. ثم دعت كاتارينا بيتر لتكرار مشهد الليلة الماضية، فوافق بيتر فوراً وأخذ كاتارينا تاركاً طفلها على جانب الطريق. في هذه الأثناء رأت ليندا وهي على وشك الذهاب إلى العمل طفلاً يبكي ووجهه قد عضه سنجاب، فحاولت تهدئته حتى عادت كاتارينا أخيراً وأخذت الطفل معها. حينها رأت بيتر مع الأرملة، ولدهشتها الشديدة عادت إلى منزلها في ذلك المساء غارقة في حوض الاستحمام وهي تهدئها. فجأة أطل بيتر من الباب وأدرك أن ليندا تغار من المشهد الذي رأته تلك الليلة، فدخل بيتر مباشرة دون تردد وخلع ملابسه وأطلق رصاصته الكبيرة مخترقا جسد ليندا الناعم والدافئ. لكن بعد ذلك اليوم بدأت اللقاءات بينهما تبدو محرجة، فبدأ بيتر يمضي وقته مع أعضاء عصابته حيث ثملوا برائحة الغراء، وترك بيتر وحيدا حتى حلول الليل، ثم ذهب إلى البار ليشرب. وبعد فترة وجيزة رأى توني الذي كان يزور البار بيتر بالصدفة وهو ثمل وهو يرى فرصة للانتقام، فدعاه إلى الخروج من البار. وبعد وصوله إلى شارع مهجور بدأ توني يضربه بلا رحمة فأجابني. وفي هذه الأثناء شوهدت ليندا في المنزل تستحم وتنظف، تنتظر عودة بيتر لتبادل الهدايا معه. لكن بعد وقت قصير وصل توني وهو يسحب بيتر معه. استمر توني في إلقاء اللوم على ليندا لأنها تمكنت من إقامة علاقة والعيش مع مراهق في نفس عمر ابنهما. أراد في البداية التصالح مع ليندا، لكنه قرر عدم القيام بذلك. ذكر توني ليندا بأن بيتر لا يزال صغيرا جدا وغير مستقر. سيكون من غير الأخلاقي في نظر المجتمع أن يكتشفوا أن ليندا على علاقة بمراهق دون أن يدركوا ذلك. سمعت ليندا هذه المحادثة عن بيتر من خلف الجدار، ولهذا السبب قرر بيتر إنهاء علاقته بليندا ولن يعيش في هذا المنزل من الآن فصاعدا. على الرغم من صعوبة الأمر أدركت ليندا خطأها بسببها. أصيب بيتر فسمحت لبيتر بالمغادرة قبل انتهاء الفيلم إذا أراد. أخذت ليندا بيتر إلى المستشفى لعلاج جرحه، وفي ذلك اليوم انفصلا، وكانت تلك هي المرة الأخيرة. شاهدت ليندا فيلم بيتر، فما رأيكم في هذا الفيلم؟ ربما يمكنكم كتابته في قسم التعليقات أدناه. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ودعم هذه القناة لنقدم لكم المزيد من المحتوى الشائق لوقت فراغكم. نراكم في الفيديو القادم.